ان من اجمل الحاجات اللي حصلت من المهرجان هو تكريم المخرج الكبير يوسف ابو سيف. ممكن اتفضل. يوسف دفعتي، درسنا السينما مع بعض وتخرجنا في نفس الدفعة، ووقت اوقات كده في الامتحانات النظرية كان بيغششني يعني حاجات كده واحنا قاعدين. وجميل المهرجان بيكرموا السنة دي في الدورة دي، فده شيء الحقيقة يعني أسعدني جدا جدا جدا. حبيبي اتفضل. أشكرك. مساء الخير. يعني اتفضل. أنا سعيد إني بتكرم في الدورة المهداة إلى الدكتور يحيى الفخراني. الدكتور يحيى الفخراني واحد من أساطين فن الأداء، صاحب مدرسة متفردة لا يبريه فيها أحد. السينما المصرية سينما عظيمة جدا، ولما بقول السينما المصرية يبقى هي السينما العربية. ولا يمكن ان احنا ننسى او ننكر دور المرأة ورائدات العمل السينمائي، عزيزة أمير، بهيجة حافظ، أمينة محمد، آسيا ماري كويني، واللي ليهم امتداد من خلال فنانتنا الجميلة إلهام شاهين، لأنها بجانب أنها ممثلة هي منتجة وقدمت أعمال عظيمة جدا كلها بتتكلم عن الإنسان المصري والفتاة المصرية في أحلامها وتطلعاتها. كلنا نفتكر موعد مع الرئيس، نفتكر ليها لحم رخيص، فيلم مهم جدا، نفتكر ليها وهو إنتاجها يوم للستات 1-0، أعمال كتيرة جدا، خلطة فوزية، أعمالها كتيرة وما زال العطاء يعني مستمر، فإحنا بنحييها. وبحيي الأستاذ صفوت لأنه الحقيقة مؤمن برسالة السينما، وأنا أعتقد أن أي مهرجان أهدافه نشر الثقافة السينمائية، جذب الجمهور لصالات العرض، وأعتقد أن ده تحقق ومتوفر. تحية ليه وتحية لكل الطاقم اللي معاه، كمان تحية خاصة جدا جدا لصديقي وزميل الدراسة ونجم الدفعة المخرج الكبير هاني لاشين، اللي أنا على فكرة كنت براهن عليه إنه هيبقى ممثل، وكان بطل مشروع التخرج بتاعي فعلا، بس هو فضل بدل ما يقف قدام الكاميرا يقف خلف الكاميرا وقدم لنا طبعا أعماله العظيمة جدا. شكرا لكم جميعا.